السلام عليكم. واحد الاخ مصري قال لي تكلم بالعربيه باش نفهمك. في الحقيقه استغربت اش من عربيه كيدوي عليها، وبقيت كنشوف الفرق بين اللهجه ديالهم واللهجه ديالنا، وبقيت كنقارن بيناتهم شكون اللي قريب للغه العربيه. ولقيت ان اللهجه المغربيه هي الاقرب، والسبب اللي خلى اللهجه ديالهم تنتشر هي الافلام ديال زمان، وهذا الشيء خلاهم يظنوا ان لهجتهم هي الاقرب. وإلا جينا نشوفوا بعض المصطلحات المتداولة والفرق بينها وبين العربية، غادي نلاحظوا شكون هو الأقرب. فمثلا الفم كيقولوا ليه البؤ، وهذا المصطلح ما عنده حتى شي معنى في العربية، وحنا في المغرب كنقولوا الفم نسبة للعربية. وكاين ثاني الأنف بالعربية وهو النيف عندنا حنايا، وهما كيقولوا المناخير. الا بغيتي تقول لشي واحد كيف حالك، حنا كنقولوا اش خبارك لاباس، وهما كيقولوا ازيك، اللي ما عندها لا ساس ولا راس في العربيه. المهم كاين بزاف ديال المصطلحات اللي غريبه عندهم، وفي الاخير كيقولوا لك هضر عربي. عجيبه صح.